السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى اخوات واحلى متابعين، يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض الطعمية المصرية او الفلافل المصرية، ان شاء الله هتعجبكم جدا. وبجد كده طعم وريحة اتجنن، احلى من بتاعت بره الف مرة. وكمان هنعمل السلطة والطحينة زي ما انتم شايفين، هتعملي شوية سلطة حلوين قوي، وكمان الطحينة جنبها. وبجد هتطلع نافشة معاك وجميلة جدا، والطعم والريحة احلى من بتاعت بره كتير. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا هنصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. يلا بينا نبدأ بقى، وهقول لكم على أول حاجة. أول سر بقى بيخلي الطعمية متماسكة وجميلة، اللي هي الكرات. معايا هنا ربطة من الكرات وربطة من الكزبرة والبقدونس مع بعض. تمام، هحطهم في الكبة واديهم كده ضربتين لغاية ما يتفرموا كده ويبقوا في قاع الكبة. تمام، علشان ما يبقوش متطيرين معايا أثناء ما بحط الفول. بس كده. طبعا الفول بتاعي انا عندي نص كيلو من الفول اللي هو مبشور او المدشوش اللي بيتباع عند العطار او بتاع الشركات اللي بيبقى في السوبر ماركت. تمام. وكمان غسلته كويس جدا، بعد ما نقيته غسلته كويس، وبعد كده نقعته في المية لمدة 7 ساعات. لو انت هتعمليه في نفس اليوم يبقى الصبح تنقعيه من الصبح لغاية 7 ساعات، هتلاقيه تمام في مية دافية. لو انت هتعمليه طبعا وناويه مثلا تعملي بكره، يبقى خلاص تنقعيه من بالليل، هيكون احسن من بالليل للصبح. تمام. بس كده عندي 4 بصلات متوسطين، حطيت منهم بصلتين على الكرات والكزبره والبقدونس وضربتهم كويس جدا مع بعض كمساعده للكبه. هاخد هنا الفول بتاعي زي ما انتم شايفين اهو، بعد ما نقعته ونضفته اهو زي ما انتم شايفين نضيفه جميل قوي. هاخد كل كمية الفول هحطها على البصل والكرات والكزبرة والبقدونس. تمام، وهخلي بس نص كوباية من الفول على جنب، هقول لكم بعد شوية هنعمل بيها ايه. تمام. بس كده اهي خليتها على جنب، وهنضرب بقى ايه الفول لغاية ما يطحن معايا كويس جدا. تمام. بس كده انا بقى بميل كده يمين وشمال علشان بس الحواف او الفول اللي على الحواف بتاعه الكبه ينزل لغايه السكينه تحت زي ما انتم شايفين اهو، بيقلب معايا. تمام، بياخد اللي من فوق من تحت علشان يتفرم كويس اهو. تمام، عايزه اقول لكم الكرات يا جماعه بتخلي الطعميه عندك متماسكه جدا زي بتاعت بره واحسن. انا هنا ضفت اهو بصلايه قطعتها وقاعده واحده. تمام، هنشوف هنستخدمها او هنعوزها ولا لا. بس انا شايفه ان لما يكون البصل كتير في الطعميه بيديها طعم بجد لذيذ. خلوا بالكم ان طعميه بره بيبقى فيها عيش. ايوه فيها عيش. ازاي يعني؟ العيش بيجيبوا عيش ناشف او زايد منهم من امبارح او كده، وبينقعوه في الميه وبعد كده بيضيفوه للطعميه اثناء الفرن. فطبعا انت لما تعملي حاجتك في بيتك بتبقى نظيفه وعارفه طبعا مصدرها، عارفه انت عاملاها ازاي، وبتبقي مطمنه وانت بتاكلي فيها. تمام، او انت بتقدميها لولادك او بيتك، وانت كمان تحسي انك انت مرتاحه نفسيا، مش خايفه من الحاجه اللي انت بتاكليها طالما انت عاملاها بايدك في البيت على نظافه. فده شيء يعني يكفي جدا ان انا اعمل حاجتي في بيتي، ان انا باكل وانا مطمنه. شايفين بعد ما فرمت الفول الكميه اللي انا حطيتها في الاول، ضفت هنا نص كوبايه بيديها قوام حلو، وكمان اللي هي بتبقى زي بتاعت بره كده، تحسي ان فيها مثلا الطعميه فيها فول لسه موجود ماشي، بيديكي طعم كده حلو. لو انت مش حابه تعملي الحركه دي فخلاص مفيش مشكله، انت ممكن تضيفي كميه الفول كلها للبصل والكرات وتطحنيها كويس جدا. عادي مفيش مشكله. طبعا زي ما انتم شايفين انا بصراحه لما بميل كده الكبه اغنتني عن اني احط ميه. انا ما بحطش ميه تماما للطعميه يا جماعه. شايفين اهي ما شاء الله القوام طبعا حلو قوي قوي. ليه ما بحطش ميه؟ لما بتحطي ميه وتيجي تحطي الملح بتفصل معاكي وبتنزل ميه جامده. تمام. هي كده كده الطعميه عباره فيها سوائل كتير، اللي هي الخضره اللي احنا حطيناها والبصل، فبتفصل لما بتحطي الملح. انا هقولك على حركه دلوقتي هتخلي لك الطعميه ما تفصلش. هناخد كده معلقتين اهو بس. تمام، هنحط عليها معلقه من الملح وهندوبهم او نخلطهم كويس مع بعض، وبعدين احط كميه
الطعمية اللي انا هعملها في نفس اليوم. لكن الطعمية اللي هحتفظ بيها في الفريزر مش هحط فيها ملح تماما. تمام الكلام. بس كده. طبعا انا عندي الخلطة بتاعت الطعمية بتبقى عبارة عن شمر وكمون وكزبرة يكونوا حصى. تمام. مفيش مشكلة لو الكزبرة طحنتيها. تمام. يبقى الخلطة هتبقى سمسم، مش سمسم وكزبرة وشمر وكمون. تمام. مش مطحونين حصى. وكمان معلقة من الشطة لو انتي حابة، او نص معلقة صغيرة من الشطة. بس كده. واعمليها الشكل اللي انتي بتحبيه. يعني انا عملت كده الطعمية عادي شكلها العادي او التقليدي اللي هي دواير. وبعد كده هعمل شوية كده كور، هكورهم زي بتاعت بره بالظبط. وعاوزة تكبريها مفيش مشكلة. لو تعرفي تقلبيها طبعا زي ما انتم شايفين متماسكة اهي في الزيت، ما فكتش معايا خالص. وبجد تحفة. لازم يكون الزيت بتاعك وانتي بتنزلي فيه الطعمية يكون سخن. تمام. يعني ما يكونش سخن اللي هو انزل فيه الطعمية الاقيها خدت لون بسرعة وبعد كده قاعدة من جوه زي ما هي. لا، يعني يكون الزيت خلاص مجرد ما احط الطعمية يبدأ ايه، يعني ايه، تحسي كده خلاص شكشك كده وريح يشتغل يعني. تمام. بس زي ما انتم شايفين اهو هنطلعهم. اعملي الحجم اللي انتي حباه والشكل اللي انتي عاوزاه، مفيش اي مشكلة. بس كده انا هعمل دول اهو كور. الموضوع سهل بسيط خالص خالص، مش محتاج منك غير كبة والفول موجود. وهتنقعيه لمدة 7 ساعات زي ما قلنا. وبجد الريحة والطعم جنان، حاجة كده تحفة. وعايزة اقول لكم برضو ان الكرات دي مفيدة جدا جدا. يعني احنا ممكن نضيفها للسلطة وكمان زي ما احنا اهو شفنا للطعمية، علشان هي مفيدة جدا زي الجرجير للشعر وكمان للأظافر. ليها فوائد كتير. تمام. بس كده. وزي ما قلت لك اهي بتخلي الطعميه معاكي متماسكه ما فيهاش اي مشكله، وتقدري تقلبيها وتقلبيها كويس جدا وتطلع معاكي الطعميه بجد ريحتها وطعمها مختلفه عن الطعميه اللي بيبقى ما فيهاش كرات. شايفين اهو بجد الطعميه تحفه قوي. اعمليها في البيت على نظافة. تاكلي وانتي مطمنة. طبعا كل حاجة دلوقتي بقت على اليوتيوب، يعني تقدري تاخدي الوصفة اللي تعجبك وتعمليها في البيت بكل نظافة. حتى العيش يا جماعة بقى خلاص بنصنعه في البيت، ما مش محتاجين ان احنا نشتريه. فده طبعا حاجة حلوة قوي مش بياخد معاكي وقت. خلاص كده الطعمية بتاعتنا جهزت اهي. بس كده هنقلبهم وبعدين هنصفيهم كويس جدا من الزيت على ورق المطبخ. بس كده احلى من بتاعت بره 1000 مرة. بس كده. وهتعملي معاها السلطة اللي بتبقى محوجة بقى وكمان الطحينة وبالهنا والشفا. شايفين اهو بجد تحفة ونفشة وطعمها وريحتها مختلفة تماما عن بتاعت بره. يا رب تكون حلقتنا عجبتكم واشوفكم على خير في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.